وصفة النهاردة لذيذة قوي ومش مكلفة، تنفع للفطار وللعشاء، وهي معجنات من غير زبادي ولا رايب ولا بيض ولا حليب، وكمان ما فيهاش لحوم، فهي اقتصادية جدا وفي نفس الوقت طعمها حلو وهتطلع معاكم هشة كده وطرية، والحشوة بتاعتها لذيذة قوي. فلو اول مرة بتشوفوني انا مرت، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة للصفحة او للقناة علشان توصل لكم كل وصفات الاقتصادية والسهلة والصيام. هحتاج لكوباية من المية الدافية، وهضيف عليها باكو من الخميرة الفورية او معلقة كبيرة كده مليانة من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة من السكر. هقلبهم مع بعض كده كويس، وبعد كده اغطي الطبق ده لمدة 5 دقايق علشان الخميرة كده تعمل المفعول بتاعها. هحتاج بقى نص كيلو من الدقيق، يفضل يكون بتاع المخبوزات او المعجنات. وهحط عليه معلقة صغيرة خالص من الملح، وهقلبهم مع بعض كويس. طبعا تقدروا تستعملوا ده في طبق خارجي من غير العجان خالص. بعد كده هضيف عليه الطبق اللي فيه الخميرة والمية، وبعد كده هضيف ربع كوباية من الزيت. نقدر نضيف كل ده في طبق بره، وبنبتدي ان احنا نقلب الاول بمعلقة خشب مثلا لحد ما تبتدي العجينة كده تلم شوية معايا. انا هنا شغلت العجين، ولما ابتدت العجينه كده انها هتلم شويه، هبتدي بقى اضيف ميه العجن. فانا هحتاج لربع كوبايه ميه دافيه للعجن، ممكن اقل شويه. فالاحسن ان احنا نضيفها بالتدريج سواء في العجين او لو احنا بره بنعجن في طبق كده. من الاول نقلب بالمعلقه كويس قوي، وبعد كده نبقى نستعمل ايدينا افضل، لان العجينه هتكون بتلزق حبه. في الاخر لما تلاقوها كده ابتدت تلم معاكم وملزقه شويه، هتضيفوا معلقه كبيره من الزيت سواء في العجينه او بره يعني. هنضيف معلقه كبيره من الزيت. اول ما تضيفوا معلقه الزيت وانتوا بتعجنوا هتحسوا انها بتقطع منكم، فده عادي جدا، هتلم بعد شويه وهتبقى ناعمه كده وبتلزق حاجه خفيفه قوي. علشان اشيلها بقى من الطبق او من على الرخامه اللي بعجن عليها او من العجان، لازم ادهن ايدي بشويه زيت، وبعد كده احطها في طبق واسيبها تخمر في مكان دافي. بالنسبة بقى للحشوة، فانا حطيت شوية زيت، وهبتدي اشوح بقى شوية فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، واحط عليهم بقى شوية ملح، كزبرة، فلفل اسمر، شوية كمون. حابين تضيفوا اي بهارات تانية من عندكم تمام. وبعد كده هضيف جزر مبشور وشوية طماطم. طبعا تقدروا تضيفوا اي حشوة انتوا تحبوها. انا الحشوة ديت اللي استعملتها اللي كانت متوفرة عندي. ممكن تضيفوا مشروم، ممكن تضيفوا بقى لو حابين تضيفوا مثلا صدق او اي بقى نوع من انواع اللحوم، فبراحتكم. احنا عاملينها نباتية يعتبر من غير لحوم خالص. وهنبتدي نقلب كويس لحد ما الخضار ده يدبل، وفي الاخر كده اضيف معلقتين من الصلصة وعليهم معلقة صغيرة خالص كده من السكر، وازود شوية مية صغيرين، وابتدي ان انا اقلبهم كل ده على نار متوسطة بحيث الخضار يدبل معايا. ده شكل العجينة بعد ما اختمرت. نسيت اقول لكم طبعا ان الطبق يكون مدهون زيت، ووش العجينة يكون مدهون زيت، عشان كده تلاقوا الورق بتاع الاسترتش مش لازق فيه اي عجينة خالص، علشان الوش بتاع العجينة بيكون مدهون بالزيت. هبتدي بقى العجينة دي اخدها كده هلبلة على بعضها، والرخامة اللي هشتغل عليها هرش عليها حبة دقيق محترمين، وابتدي ان انا افرد العجينة كلها مرة واحدة. هنعملها شبه لفة السينابون رول كده. فهرش عليها كمان دقيق من فوق، وافردها بالنشابة يعني يكون شكلها كده مربع، زي ما انتوا شايفين في الفيديو. وبعد ما افردها كويس هبتدي ان انا احط جواها الحشوة اللي احنا عملناها. بعد ما ارص الحشوه كده على العجينه كلها، ابتدي ان انا الفها رول كده، وانا بلف بضغط بايدي كويس قوي بحيث ان انا اقفل العجينه كويس ما تبقاش مهويه مني. فبلف، انا طبعا مسرعه الفيديو قوي، فانا بلف على مهلي وبضغط كويس لجوه.
لحد ما يكون عندي ايه اسطوانة كده طويلة. بكون مجهزة جنبي صينية ودهنة الصينية دي بالزيت او حاطة فيها ورق زبدة. انا كنت دهنها بالزيت وحاطة كمان ورقة زبدة عليها ودهنة ورقة الزبدة بالزيت علشان بس ايه ما مبوظش الصينية بتاعتي، عشان انا يعني لسه جايباها جديد فمش عايزة ابوظها. فعادي ممكن تدهنوها بالزيت وبس كده. هبتدي بقى انا اقطعها بالشكل ده عشان يكون التقطيع سهل. ممكن تدهنوا السكينة بشوية زيت كده، وكل واحدة باخدها بحاول اقفلها من تحت زي ما انتوا شايفين، علشان خاطر برضو ايه ما تتحرقش من تحت. فبقفلها، بقفل على الخضار من تحت كده، وبخلي الشكل الخضار اللي باين من فوق زي ما انتوا شايفين في الفيديو. هسيبها شوية بس تخمر كده ربع ساعة قبل ما ادخلها الفرن، هي حجمها هيتضاعف وتبقى حلوة. ادخلها بقى الفرن في الرف في النص كده على درجة حرارة شوية تكون عالية، ولما الاقي لونها ابتدى ان هو يعني يبقى لونه ذهبي كده واتنفخت وابتدت تستوي، دي خطوة اختيارية. انا طلعتها من الفرن وحطيت عليها شوية جبنة موزاريلا، وبعد كده ادخلها الفرن تاني، اشغل شوية الشواية من فوق او المروحة لو في مروحة في الفرن توزع الحرارة. والخطوة دي زي ما قلت لكم اختيارية. وبس كده اول ما طلعت من الفرن بغطيها بس كده مثلا بحاجة بفوطة او كده، بحيث ايه لما بغطيها برضو بيدي طراوة اكتر للعجين. وكده هي جاهزة معايا، العجينة طرية جدا جدا وحلوة كده وهشة، وفي نفس الوقت خفيفة كده في الاكل. دي كانت وصفة النهاردة، استناكم تجربوها وتبعتولي على الصفحة وصفحة الفيس، يعني اشوفكم في وصفة جديدة، وباي باي.